اليوم جاي على بالي افطر سمك، ولا تسألوني ليه، هيك فاقسة براسي اليوم. قمت حملت حالي ورحت على هالمسمكة، اخذت لكم هالكالكان، وهذا من سمك البحر الاسود، ومن افضل واغلى انواع السمك بتركيا. شوفوا على هالسمكة تحكي لحالها. واخذت كمان قريدس وهالمرلانات المسمسمين واجاج. فرح اعمل شوربة سمك، وراح اعمل سمك بالفرن، وراح اعمل معلاية سمك، وراح اعمل فتة سمك. لا تقولوا لي هي بتعرفوها، جديدة هي. فشوفوا الوصفة واعطوني رايكم وكتروا لايكات. يلا نبلش. يا دوب نلحق على الفطور. واول شيء رح ساويه رح اعمل بلانشينج للقريدس. فعندي هالقريدسات منظفين ومقشرين، بدي اغليهم مي سخنه شغله 30 ثانيه بس يتغير لونهم، مو دقايق، 30 ثانيه ها. وبس غير معي اللون رح شيلهم فورا وانزلهم بمي مثلج مشان اوقف عمليه الاستواء. وبنفس المي بدي نزل روس القريدس والسمك اللي عندي. وهلا بدي قيم الزفره واضيف المطيبات. عندي ورق غار وشويه بصل وفلفل اسود حب، وانتم ضيفوا اللي بتحبوها، انا ما دخلني كل مين ومطيباته وبهاراته. بس اذا بدكم تيجوا للصراحه السمك ما بيحب البهار عنا، لا ان كان بتركيا ولا ببلاد الشام، لانه نحن بدنا ناكل سمك وكل سمكه لها طعمه مميزه، فلا تنزعوا بالبهارات. فاذا كترنا بهارات اصبح السمك كله يشبه بعضه. شلون؟ فصحى زقفه. وبين ما يغلي مرق السي فود بدي جهز الكالكان للفرن. شوفوا على هالروزه، شوفوا. فبدي بطاطا مقطعتها لشرايح مع شويه بندوره وكم فستوم وفلفله خضراء، وراح ضيف عليهم شويه زيت زيتون وبابريكا ونملحهم، وراح خلي السمكه فوقهم ادهنها بزيت الزيتون والبابريكا ونملحها للكالكانه الحلوه. لا نسيت الزبده، بلا زبده ما بتطلع طيبه ها، كتروا لها زبده. وهي اختها رح ساويها بنفس الشيء بس هي قطعناها. وهلا ندخلها الفرن على درجه حراره 200، الفرن مشغل من الجهتين، تاخذ لشي نص ساعه وكل مين وفرنه، انا مدخلني. وهلا لنحضر شوربه السي فود بدي شويه زبده مع بطاطايه وجزرايه وكوسايه، اكرمل معهم شويه بصل كمان، وبعد ما دبل البصل رح شوح معاهم كمان سنتوم. وعندي اخر شيء قطع السمك رح ضيفهم يتشوحوا معهم. والبهارات عندنا رشه فلفل اسود وشويه زنجبيل ومثل جوز الطيب. رح ضيف عليهم مرق السي فود وملحها. وهلا رح شيل قطع السمك اللي ضفتهم اخر شيء واضيف عليهم 200 مللي كريمه مع ربع كاسه حليب. عشنا كل عمرنا وبيقولوا لنا الحليب ما بيصير مع السمك، طلعنا بناكل الشوربه فيها حليب وبناكل الطراطور فيه لبن. واعمل لهم ضربا مبرحا بالبلندر. بسم الله. وهلا رح رجع الشوربه شوي من القريدس المقطع والسمك، اخليهم يتعرفوا على بعض شغله 5 دقائق على نار هاديه وتصير جاهزه للتقديم. وهلا بدنا نحضر القريدس. اما شو رح اعمل لكم طريقتين للقريدس ولا اشهى من هيك. بدي زبده كثير منيح، رح انزل على الزبده بكم فستون، وبس اخذ الثوم عنا لون وطلعت ريحتهم شيلهم على جنب. هلا بدي كميه منيحه من الفطر وفليفله خضراء، اقلبهم لحتى يدبلوا عنا. وبعد ما دبلوا عنا رح انزل عليهم كميه منيحه من القريدس مع رشه ملح وبابريكا. حاجه ولا حط لهم كمان شوي. يلا خليني اسخى الدنيا رمضان. معامله مع الله. واعمل لهم تقليبه مع بعض شغله دقيقتين مو اكثر، لانه القريدس شو بصير فيه بيلستك اذا استوى زياده. وهيك صار جاهز معنا للتقديم. إيه شو هالقريدسات يا ام الديم، ابدعتي. ولطبق القريدس الثاني كمان بدي كميه زبده منيحه، رح انزل عليهم بشويه ثوم مدقوق، وبس طلعت ريحه الثوم عنا انزل عليهم بالقريدس اللي عملنا له بلانشينج شغله نص دقيقه، وانزل عليهم بعصير ليمونه، املح وانزل عليهم بشويه كزبره، اعمل لهم تقليبه شغله 30 ثانيه وكمان بصيروا جاهزين. وبما انه اجواء رمضان فخطر لي اني ساوي فتة سمك، ليش لا؟ يعني كلهم مع بعض نحن بناكلهم. الخبز مع صوص بندوره حمسته مع البصل. وهلا اي نوع سمك مشوي او مقلي يكون فيله، انتبهوا يكون بلا حسك ما حلوه يتشردقوا عنها. وانزل عليهم بالطراطور او البدوه، واللي هو عباره عن طحين ولبن وليمون، وزينها وطشه زبده وصارت جاهزه للتقديم. وبدنا نقدم هالشوربه، وشوفوا لي هالقوام ما احلاه. يا سلام سلم على شوربة ام الديم السي فود. فشوفوا لي هالسمكات المسمسمين ما احلاهم، سويتهم بالمقلايه. ايه شو هالشكل هاد، لوحه فنيه والله. ولا الكالكان هو طالع من الفرن، ايه ما تبلى وما تخ على هالشخصيه، شايف حاله الكالكان غير شكل. وهي فتة السمك شغل جديد وحلو، فلا تقولوا لي صفرة غير شكل اليوم. فيلا خلينا نفطر بقى، رح موت من الجوع. اشوفكم فيديو تاني. السلام عليكم.